واخيرا خلصنا من جملة التمثيل المشرف. بجد يا جماعة لو كان في اي ايجابيات لماتش بلجيكا اننا خلصنا من الجملة دي. ده حتى مها صبري يا جماعة موافقاني الرأي وطلعت فيديو وهي قاعدة في المكان الضلمة اللي بتحب تقعد فيه وقالت فيه نفس الكلام. اسمع معايا. في رسالة مهمة جدا لمجموعتنا ان منتخب مصر مش جاي والله يعمل تمثيل مشرف ولا الكلام ده، لا. والله يا مها، ده انا حتى بيني وبينك يعني كنت قاعد بتفرج على قناة الزمالك، لقيت مذيعة استغفر الله العظيم يا رب، لا عندها كاريزما ولا عندها معلومات ولا عندها اي حاجة، وقال ايه بعد كل السنين دي طالعة تاني تقولك التمثيل المشرف. اسمعي معايا. انا شخصيا عايزه اشوف حضور او تمثيل مشرف، يعني خلاص بقى لا. يا مها قبل كده قلتلك يا ريت مها صبري اللي في الأوضة الضلمة لما تقابل مها صبري اللي في قناة الزمالك يحاولوا يتفاهموا مع بعض على كلام واحد يقولوه، وجهات نظر تتفق مع بعض يقولوها، ما تبقاش مها صبري النسخة بتاعت الأوضة الضلمة حاجة ومها صبري النسخة بتاعت قناة الزمالك حاجة تانية. يعني أنا دلوقتي لما عاوز أخد معلومة من مها صبري أو عاوز أخد وجهة نظر من مها صبري، أخد وجهة النظر دي من أنهي مها صبري؟ تعال معايا بقى يا معلم على محمد القاضي اللي مصر حتى وهو بيتكلم عن هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا في كأس العالم إنه يحشر النادي الأهلي ويلقح على النادي الاهلي. مين محمد القاضي؟ الناس اللي ما تعرفش ده راجل ناقد رياضي بيقولوا عليه كده ضيف دائم في قناة الزمالك. اسمع معايا محمد القاضي بيقول ايه على هدف امام عاشور. امام عاشور هو اول لاعب في تاريخ النادي الاهلي عمل حاجه مهمه. طب بسم الله الرحمن الرحيم. امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الوطني، اول لاعب من النادي الاهلي يحرز هدف في كاس العالم سنه 34. كابتن عبد الرحمن فوزي اللي جاب الجونين. يعني انت يا محمد يا قاضي دلوقتي بتقول ان امام عاشور اول لاعب في تاريخ النادي الاهلي يعمل حاجه مهمه. يعني انت لغيت بقى ايه الدوريات ولغيت دوري ابطال افريقيا ولغيت كاس العالم للانديه، انت لغيت كل حاجه في التاريخ وقلت ان الحاجة المهمة الوحيدة هي احراز هدف في كاس العالم. طب يا محمد يا قاضي وانت بتقول البقين دول ما صعبش عليك نادي الزمالك يا راجل؟ يعني نادي الزمالك بقى بالدوريات ال15 اللي كسبها والكونفدراليات اللي كسبها ودوري ابطال افريقيا اللي اخر بطولة كسبها كانت في سنة 2002، كل الحاجات اللي عملها نادي الزمالك دي بقى بلا قيمة. يعني انت بناء على كلامك ده لو خدته يعني ككلام من واحد ناضج عاقل جدا نقول ان النادي الاهلي عنده لاعب عمل حاجة مهمة في تاريخ الكرة المصرية، وطبعا قبل النادي الاهلي بقى النادي المصري اللي هو اللاعب بتاعه في كاس العالم سنة 34 سجل اهداف، والكابتن مجدي عبد الغني كان محترف فمش هنحسبها لأي أندية مصرية تانية، و2018 محمد صلاح هو اللي سجل، يعني برضو مش هنحسبها لأي نادي مصري. يعني انت كده بتقول يا محمد يا قاضي ان كل أندية مصر دي بلح باستثناء الأهلي والمصري. انت يا محمد يا قاضي حبيت كالعادة تلقح على الأهلي او حبيت ان انت تقلل من انجازات الأهلي، رحت ماسح مش انجازات الزمالك، رحت ماسح نادي الزمالك نفسه. يخرب بيت الزكاوة. استمر يا قاضي. بجد انا ساعات يا قاضي ببقى قاعد مش عارف الاقي محتوى كوميدي، اقعد ادور على قناة الزمالك مثلا تبقى مها صبري في اجازة، فرح علي مثلا طلعت صيف، فانا اوعدك بعد كده ان لما يبقى عندي فيه فقر في المحتوى الكوميدي انا هلجأ لك. تعالى بقى معايا يا برنس على الكابتن اسلام صادق. اسلام صادق يا جماعة منزل بوست، طبعا البوست دلوقتي قدامك، بيقول لك المنتخب الوطني يفرط في الفوز على بلجيكا ويتعادل 1-1 بعد أداء دفاعي قوي، تألق شوبير وإمام ومهند ومروان واستبدال صلاح الخطأ الوحيد. أولا عايز أقول لك على حاجة، هو البرنامج بتاع البريمو ده اللي هو فيه إسلام صادق ورضا عبد العال والشلة دي، أنا ساعات بحس إن هم ماضيين عقد مثلا أو في اتفاق غير مكتوب ان يا جماعة كابتن محمد صلاح ما ينفعش نقول عليه مش كلمة، ما ينفعش نقول عليه نقطة على حرف، لا لانتقاد محمد صلاح تماما ولا حتى التلميح، ودي حاجة انا للامانة مش فاهمها. ولكن طبعا سيبك من حتة استبدال صلاح ده الخطأ الوحيد، لان زي ما انا قلت لك امبارح وجهة نظري ان استبدال صلاح كان قرار سليم من العميد حسام حسن. ولكن يا عم اسلام انت افتكرت شوبير طبعا تمام وامام ومهند ومروان
ونسيت محمد هاني. محمد هاني اللي طلع موبايله من الجيب الخلفي وحط مكانه دوكو. نسيته يا اسلام يا صادق، حرام عليك يا راجل. وبعدين برضو ايه في النص كده يقولك بعد اداء دفاعي قوي، بيرميلك يعني المنتخب بيدافع ما بيهاجمش. انت يا اسلام بتشوف ماتشات تانية ولا شفت نفس الماتش معانا ولا ايه حكاية الناس بتوع البريمو دول؟ يعني قلنا كابتن رضا عبد العال في كوكب لوحده تمام، لكن انت كمان يا اسلام طلعت في كوكب اخر مع كابتن رضا عبد العال. هو انت يا اسلام ما شفتش الفرص اللي منتخب مصر صنعها على المستوى الهجومي ولا ايه حكايتك يا اسلام؟ اتقي الله يا اخي. مش هزود اكتر من كده معاك لان ده تمامك معايا يا اسلام يا صادق. ومن بوست اسلام صادق الى بوست شخص كوميدي اخر على السوشيال ميديا الا وهو معتز الشامي. معتز الشامي يا جماعة منزل بوست قدامك دلوقتي برضو، مش هنقراه كله بس هقرا لك الجزء اللي انا عايز اعلق عليه. يعني بعيدا عن الجدل الدائر منذ أسابيع، أعتقد أن حمزة عبد الكريم تعرض لهالة إعلامية ودعم كبير يصل لدرجة المبالغة غير المنطقية عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر مما يستحق فنيا حتى الآن. طيب مش هكمل بقى بقية الكلام لأن أنا عندي جملة للأستاذ معتز الشامي. هو أنت حضرتك يعني مش عايزني إن أنا أفور واحتفل احتفالات مبالغة فأول لاعب مصري في التاريخ يلعب في نادي برشلونة؟ أمال الأفورة بالنسبة لك، الأفورة بالنسبة ليك أنت والأمثالك والاحتفال الزائد يبقى إمتى؟ لما الزمالك يكسب الدوري ساعتها بقى أفور واحتفل واعمل هالة إعلامية كبيرة. لما الزمالك يكسب بطولة سوبر أفريقي وبعديها سوبر مصري فاطلع على قناة الزمالك وأقول يا جماعة خلاص كده اتعشت، خلاص انا مش عايز حاجة. الافوارة بالنسبة لك في سوبر مصري ولا سوبر افريقي ولا دوري، لكن لما لاعب مصري يلعب في نادي برشلونة، نادي برشلونة خلاص اشتراه بشكل رسمي وصورته نزلت مع الفريق الاول يا مؤمن، ونادي برشلونة بينزل عليه بوستات، مش عايز نافور. يا نهار اسود ومنيل يا جماعة. ده انتوا الزملكاوية لما زمان الكابتن ميدو كان بيلعب في اياكس ولما راح مارسيليا وسيلتا فيجو وروما وتوتنهام كنا بنعمل افراح وليالي ملاح، وصدقني الاهلاوية قبل الزملكاوية كمان احنا كنا ما بنصدق نشوف اي لاعب في اي نادي يعني شوية عالمية شوية. ابراهيم سعيد لما راح ايفرتون عملنا افراح برضو. بص انا بكلمك اهو على اهلي وزمالك، لكن لعيب مصري يلعب في برشلونة تقول هالة اعلامية ودعم كبير يصل لدرجة المبالغة غير المنطقية. يخرب بيت كده ارحمونا. انسوا ان حمزة عبد الكريم ده طالع من الاهلي، اقسم لك بالله العظيم قسما بالله كمان مرة معتز الشامي وخالد الغندور وكل الناس اللي طلعت ومهيب عبد الهادي وكل الناس اللي طلعت تقلل من احتراف حمزة عبد الكريم لبرشلونة، لو كان لاعب من الزمالك طلع وراح اتلتيكو مدريد اقسم بالله كنت هتلاقي نفس الناس دي بتقولوا ايه ما تدوله حقه، اول لاعب مصري يلعب في اتلتيكو مدريد ومين اللي هيدربه؟ دييجو سيميوني، وهيلاعب برشلونة وهيلاعب ريال مدريد، ولا هو مش عشان اهلاوي يعني؟ هما كده وهيفضلوا كده. بص بقى يا معلم، دايما يقولك ايه، من شام الناس المحترمة الناس المؤدبة الناس اللي متربية، لو انا على خلاف معاك خلاف شخصي معاك والخلاف ده وصل لأعلى درجة ممكنة ممكن تتخيلها، استحالة هدخل عيلتك في الموضوع. لا انا خلافي راجل لراجل معاك انت. المقص طلع من كام يوم وحط بوست يعني اقل ما يوصف بانه بوست واطي، وصدقني انا بحاول اكون مؤدب على قد ما اقدر في استخدام الالفاظ. بيتكلم على مصطفى شوبير قبل مباراة بلجيكا. البوست يعني بما معناه بيقول لك اتمنى ان مستوى مصطفى شوبير ما يتهزش في الفترة دي نتيجة لان ابوه احمد شوبير يعني حاليا بيتعرض لهجوم من نواب بورسعيد وممكن يتعرض للإيقاف، فهذا ممكن يؤدي إلى أن مصطفى شوبير ما يبقاش في أحسن مستوياته، فبالتالي ما يوقفش حارس مرمى في مباراة بلجيكا. يخرب بيت كده يا مقص، يعني أنت على خلاف مع الكابتن أحمد شوبير، إحنا عارفين
انت متضايق من الكابتن احمد شوبير واحنا عارفين ليه. يا ابني دي مصر اللي بتلعب. وبص بقى ما يكتفيش بكده، بعد ما شوبير يقدم ماتش ممتاز قدام بلجيكا يروح منزل لك بقى البوست اللي انت هتشوفه دلوقتي قدامك ده. شكرا سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، نجح في تجهيز مصطفى شوبير ذهنيا ونفسيا بشكل عظيم رغم انشغال مصطفى بمشاكل ابوه واتهامات جماهير ونواب وكل شعب بورسعيد والنادي المصري له. الاتهامات دي ايه؟ اللي هو شوبير طلع يقول يا جماعة غلط ان احنا نشتم النادي الاهلي وانتوا بتحتفلوا. ده بالنسبة لنواب بورسعيد وبالنسبة لجماهير او بعض جماهير النادي المصري عيب وما يصحش. وواضح برضو ان بالنسبة للمقص برضو عيب وما يصحش. الايام الماضية والمطالبة بشطبه تماما من الاعلام. نشطب واحد بيهاجم جماهير بتشتم، تمام، الى ان الحارس كان في قمة التركيز والانتباه وهذا يحسب لمدربه سعفان الصغير الى اخره. بقى يا عم مقص تاني، انت محروق من الكابتن احمد شوبير وتاني كلنا عارفين ليه. طلع ابنه من الموضوع. عيب ان انت تستخدم عائلة شخص انت على خلاف معاه لمجرد ان انت مش قادر تنسى الماضي الأليم. خلي خلافك مع احمد شوبير راجل لراجل وطلع ابنه من الموضوع. ابنه بيمثل منتخب مصر يا مقص. عيب يا مقص تبقى واحد في هذا السن وادي لك نصايح من النوعية دي. خلاص بقى انت كبرت على انك تاخد نصايح. ده خلي بالك وانا قاعد بتكلم معاك كده اتاري المقص بقى ايه، ما اكتفاش بس بالبوست، ده منزل فيديو كمان. اسمع معايا الفيديو. ونفسيا وخرجوا بره مشكلة ان والده بيتعرض لمشاكل تؤثر على مسيرته الإعلامية وقد يشطب تماما كون ان سعفان الصغير يقدر يخرج لنا. بس خلاص، ما انت عامل الفيديو ده اصلا كله عشان خاطر الحته دي اساس هتمثل. ارجع اقول تاني، مقص بلا راس. تعالى بقى معايا للكابتن رضا عبد العال اللي هو بنفسه قبل كده قال على نفسه ان هو هجاص او ان هو اكبر هجاص. ده كلامه هو والله مش كلام انا، هو قال على نفسه كده على الهوا. تمام. كابتن رضا انت على خلاف مع كابتن حسام حسن وده عادي، بتحصل في ناس كتير في المجال على خلاف مع الكابتن حسام، ولكن ارجوك يا كابتن رضا وانت بتتكلم عن منتخب مصر انسى الخلاف ده. يعني انا هديك مثال بسيط جدا عشان تعرف برضو ان فكرة ان انت تبقى انسان سوي دي يعني صعبة. احنا كان عندنا مشاكل مع المغرب كاس الامم اللي فاتت، تمام وخلاص مش هنشجع المغرب والمغرب دي مش عارف انتوا فاكرين بقى الليلة اللي حصلت. دخل كاس العالم انا قاعد بتفرج على البرازيل والمغرب، انا مش قادر ما شجعش المغرب. شوف بقى كل الحاجات اللي حصلت والحوارات والتصريحات اللي خرجت والاعلام المغربي. فاكر انت الليلة اللي حصلت دي؟ قاعد بتفرج اقسم لك بالله ما قادر ان انا اشجع البرازيل، لا انا بشجع المغرب اوتوماتيك، بشجع المغرب. ما هو منتخب عربي في الاول وفي الاخر، منتخب عربي، فانت مش قادر ما تشجعوش. لكن الكابتن رضا اسمع مني بقى دي، كان قاعد ونفسه ان بعد تغييرات حسام حسن تحديدا بلجيكا تقلب الماتش وتكسب، عشان يطلع يقول لك ايه، تغييرات غلط، تدخلات غلط، دي اللعيبه هي اللي موتت نفسها. هو دايما عنده النظريه دي ان اي ماتش اللعيبه تحسمه او تكسبه لو المدرب مش على هواه يبقى اللعيبه هي اللي كسبت الماتش، لكن لما اللعيبه تخسر لا ده مدرب. تعالى بقى معايا اسمع كابتن رضا عبد العال بيقول ايه على حسام حسن وعلى مباراه مصر وبلجيكا. المهم نرجع بقى التغييرات كلها خاطئه، كلها انا مش عارف، لبن سمك تمر هندي. يعني تغييرات غلط كلها ازاي يا كابتن رضا؟ انا عايز افهم. وايه لبن سمك لبن تمر في ايه يا كابتن رضا؟ يعني النهارده لوكاكو نزل، راجل مهاجم قوي وطويل وبيلعب هيدرز وحاجات زي كده، يبقى انا لما اعمل تغيير وانزل رامي ربيعه مدافع اطول من ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، ابقى انا كده بعمل سمك لبن تمر هندي ازاي؟ ولا انا كده بفكر ان انا محتاج واحد طويل يحاول ان هو يساعد زمايله في منطقة الجزاء علشان لوكاكو؟ محمد صلاح اللي هو كابتن رضا بالنسبة له ده محمد صلاح وبعدين منتخب مصر. في ناس يا جماعة بتتعامل كده، محمد صلاح المنتخب، زي برضو اسلام صادق محمد صلاح المنتخب. نسمع هو عايز يقول ايه تاني. يعني لا اضافت ولا زودت، بل بالعكس انت طلعت محمد صلاح. لا اضافت
ولا زودت. انا بقول لك ان بعد التغييرات اللي عملها حسام حسن الربع ساعة الاخير مصر مسكت الكورة وبلجيكا تراجعت ومصر كانت هي الاقرب للمكسب. انت بتشوف الماتش منين؟ انت لافف الشاشة وبتبص من ورا؟ ما انا مش فاهمك يا اخي. انت ما بتحبش حسام عرفنا، انت ما بتطقش حسام عرفنا. حاول تلاقي حاجة منطقية تنتقده فيها. وبص هيقول لك دلوقتي محمد صلاح، اسمع. احسن لعيب في المباراه يليه على طول امام عاشور. واحسن لاعب في المباراه محمد صلاح. يا جماعه على دماغي محمد صلاح والله. ده حتى معلق الماتش علي محمد علي، انا عرفت كوره راحت لمحمد صلاح عمل اوفر، تمام؟ الاوفر خبط وصل لامام عاشور تقريبا، اوفر عادي. طيب قبل الاوفر مرموش عمل مجهود فردي ما ينفعش ان انت تتغافله، ما ينفعش. عدى ومشي بالكوره مسافه وراح لعبها حلوه جدا لصلاح. علي محمد علي بقى اتعمى، انا ما شفتش ده. الله يا صلاح، ايه الاوفر ده يا صلاح يا عم؟ طب مرموش اللي هو سحب الكوره وحرفيا جر الفرقه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه ووصل الكوره لصلاح. ايه ما شفتوش؟ تمام، ارجع للكابتن رضا، اسمع. يعني محمد صلاح النهارده انت بتروح له الجون من خلاله، الجون الاولاني هو اللي عامله، كوره المرموش عاملها، كوره لزيكو. هو عايز يقول لك يعني ان انت ايه النهارده كل اللي انت وصلت له للمرمى كان بسبب محمد صلاح. طب بالنسبه لمرموش يا كابتن، الكوره اللي عدى بيها من نص الملعب ووصل لغايه الجون مجهود فردي بحت. رقص هو ومشي وجري وقطع مسافه كبيره جدا جدا لغايه ما وصل عند جون بلجيكا. ده كان ايه برضو بالنسبه يعني انا عايز افهم حضرتك بتفكر ازاي. ده كان مجهود مرموش ولا كان مجهود صلاح؟ الهدف بتاع مصر ماشي، انا قلت لك امبارح عشان ما بقاش بناقض نفسي، تمريرة عالمية من صلاح ولكن شوطة من خارج منطقة الجزاء. يعني محمد صلاح لو اداها لواحد تاني ما بيعرفش يشوط صباح الفل، عملنا ايه؟ ولا حاجة. كمل. انا مش عارف انت مرقد له برضه كاس العالم ولا ايه؟ مرقد لصلاح ليه؟ بيقول لك ان حسام حسن مرقد لصلاح في كاس العالم، مرقد له ليه؟ وبعدين بيقول لك برضه دي خلي بالك دي داهيه، برضه دي المقصود بيها زي ما كنت مرقد لمصطفى محمد، ما هو ده اللي مقصود. لا يا كابتن رضا، حسام لا مرقد لمصطفى ولا مرقد لمحمد صلاح. حسام بيعمل اللي هو من وجهة نظره هيكسبه الماتش. وزي ما قلت لك محمد صلاح خرج علشان كان مجهوده البدني ابتدى يقل، وصعب ان انا اطلب من لاعب في الليفل ده اقول له بص يا معلم انت اقف ما تعملش حاجة طول ما الكرة مش معانا. ما ينفعش تلعب ناقص واحد وانت في الليفل ده. كابتن رضا انت قبل كده قلت على نفسك ان انت كبير الهجاصين او اكبر هجاص، وللامانة يعني انا مش هخالفك الرأي يا عم الحاج، انا متفق معاك بنسبة 100%. يلا تعالى بقى يا معلم ناخد هدنة شوية من المنتخب وبلجيكا وكاس العالم ونطلع على اللي بدأنا بيها الفيديو، مها صبري. ما هي مها صبري برضو اثناء كاس العالم بتحاول تلقح شوية من هنا تدي حاجة من هنا، ما تقدرش تعدي يوم من غير ما تلقح على النادي الاهلي، ممكن تتحول لهالك يعني. ما بص ما يغركش، دي انا هسميها فقرة مها صبري واحلام العصار. اسمع معايا. ممكن اعيش مع روتين اي مشجع مثلا في العالم، ما هو مشجع برشلونه يعني ما افتكرش ان هو حبيبي يصحى من النوم هيشوف قصه ارض وشمال كاتالونيا، ولا مشجع ريال مدريد مثلا هيجري يشوف ولا يشوف حساباته في البنك دي محجوز عليها ولا ايه اللي حصل له. فكرك مشجع ليفربول بيصحى كل يوم يشوف سعر العمله في بلده وصلت لكام النهارده وهل وارجع واقول لك جماهير الزمالك يعني لا، يعني على فكره احنا مش عايزين رفاهيه. انت بتقولي ان انت عايزه تعيشي عيشه او نفسك تجربي تعيشي عيشه حياه مشجع ليفربول او مشجع برشلونه او مشجع ريال مدريد او تعالي بقى يا مها عشان انا نفسي تجربي تكوني مشجعه للانديه اللي هقولك عليها دلوقتي دي. اولا رينجرز في اسكتلندا. رينجرز يا جماعه في اسكتلندا نادي ضخم وكبير جدا جدا جدا. هناك في اسكتلندا عندك رينجرز وسلتك، ناديين دول زي اهلي وزمالك كده، تمام؟ في 2012 رينجرز ده تعرض لازمه كبيره جدا، ازمه ماليه وديون وضرايب. عارفين ادت لايه؟ ادت الى ان النادي يتم تصفيته. بس كده؟ لا. ويهبط للدرجه الثانيه بقى؟ لا. للدرجة الثالثة؟ لا. يبدأ من الدرجة الرابعة. رينجرز. طيب يا ستي بلاش رينجرز، انت ما بتحبيش اسكتلندا، تيجي معايا على فرنسا. ليون يا أستاذة مها هبط برضو بقرار إداري
عارفة ليه؟ مشاكل مالية وديون ضخمة، فهبط من الدوري الفرنسي. ده مين؟ ده ليون. وليون ده يا جماعة على فكرة في فرنسا نادي كبير، اوعى تتغرب موضوع باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة. ليون ده جات له فترة كان معقد، اسمع معايا مين؟ ريال مدريد. كان كل ما يقابل ريال مدريد في الأدوار الإقصائية كان تقريبا 2 أو 3 سنين ورا بعض يخرجوا. ليون ده كسب الدوري الفرنسي 7 مرات ورا بعض أو 8 مرات ورا بعض. خلي بالك ده نادي كبير، نادي عملاق يعني. تمام؟ جبت لك مثال من اسكتلندا ومن فرنسا. عايزة تاني؟ اوكي، تعالي معايا بقى على ايطاليا. المثال الاشهر اليوفي. اليوفي يا جماعة اللي هبط برضو، بس ما كانش الاسباب مالية، كان لاسباب اخرى تتعلق بنزاهة المسابقة. اليوفي. نرجع لفرنسا تاني، مارسيليا يا مها هبط برضو. ليه هبط؟ التلاعب بالمباريات. الكلام ده كان امتى؟ كان سنة 93. وعلى فكرة في امثلة تانية، يعني في امثله تانية، بس انا جبت لك الامثله بتاعت الانديه اللي احنا نعرفها، اللي ليها جماهيريه وليها شعبيه وبتكسب بطولات وليها قيمه كبيره في بلادها. لكن يا مها بقى انا عايز اقول لك على المعلومه او على الايه البلوت تويست. انت عارفه يا مها ان جماهير الانديه دي نفسها تبقى مكان جماهير الزمالك؟ تخيلي. عارفه ليه يا مها؟ انا يا مها دلوقتي هجيب لك فيديو المدير التنفيذي لنادي الزمالك بيتكلم مع ابراهيم فايق لما كان ابراهيم فايق شغال في اون تايم. تيجي معايا يا مها تسمعي معايا المدير التنفيذي لنادي الزمالك بيقول ايه على الديون اللي على نادي الزمالك، اللي بسببها زي ما سمعنا هبط انديه زي رينجرز وزي ليون الفرنسي. الضرايب كانت مطالبه النادي بمليار و200 مليون. الضرايب كانت مطالبه النادي بكام يا فندم؟ مليار و200 مليون. مليار و200 مليون. حاجه دلوقتي بتقول خبر حصري، فيعني جهزوا نفسكم يا شباب. مطالبه النادي بمبلغ مليار و200 مليون. هذا المبلغ بالتفاوض من اللجنه الثلاثيه والجهود الخاصه ب الاستاذ احمد فؤاد الوطن نزلت ل 40 مليون جنيه فقط. ياه. وهتنزل تاني. بس يا مها الراجل المدير التنفيذي لنادي الزمالك، يعني كلام رسمي فهمي نظمي، بيقول لك مليار و200 مليون. مليار و200 مليون للضرايب نزلوا ل 40 مليون وايه؟ وهينزلوا كمان. ليون في فرنسا هبط عشان الديون. ها؟ رينجرز هبط علشان الديون والضرايب. الضرايب يا مها اقسم بالله مشجعين رينجرز لو سمعوا المكالمه دي هيتجلطوا يقول لك يا نهار اسود، ده ايه المعامله دي يا جدعان؟ احنا ليه مش بنتعامل كده في اسكتلندا؟ ده احنا كبار برضو. مليار و200 مليون ينزلوا ل 40 مليون وال40 هتنزل. يا نهار اسود. يا مها فوق، يا مها فوقي. انتوا لو في لوايح ولا في قوانين بتطبق عليكم، مش هقولك بقى مصير الترسانة ولا مصير مثلا الاسماعيلي، ده انتوا زمانكم كنتوا اتشطبتوا. انتوا يا مها بتعملوا كوارث من زمان، ولكن بتعدي وبتتزقوا ومعلش. ومليار و200 تبقى 40. انا مش مصدق، انا لحد اللحظة دي اقسم بالله ما مصدق. ازاي الفارق ده هيروح فين؟ طيب ما علينا يعني. فيا مها رسالة أخيرة أنا عايز أقولك بقى إن بعد الفيديو ده لا، مشجعين رينجرز هم اللي نفسهم يبقوا مكان مشجعين نادي الزمالك وبيحسدوك. خلي بالك مها لسه ما خلصتش، اسمع معايا عايزة تقول إيه تاني. والله والمصري عموما يعني، أو إحنا كمصريين يعني عموما، والزملكاوي بالأخص، لما بيحط حاجة في دماغه وياخد الموضوع كده جد جدا ويبقى بيتحدى نفسه. أيوة. لا والله بنقدر نعمل المستحيل زي ما بقول لك كده يعني. ايوه. طب ليه انت او انتي او ايا كان يعني كزملكاوي ما حطيتوش دوري ابطال افريقيا في دماغكم وخدتوا الموضوع جد من سنة 2002؟ طب ليه انتي او انت او انتوا كزمالك ما بتاخدوش الموضوع جد وتحطوا الدوري في دماغكم كل سنة، ولا هو لازم كل 3-4 سنين واحيانا كل 7-8 سنين؟ طب ليه انتوا كزمالك وكزملكاوية وكيعني نادي ابيض
ما حطيتوش في دماغكم السنة دي ان انتوا تكسبوا الكونفدرالية اللي كانت هتدخل 4 مليون دولار؟ والله كانوا هيرحموكم من الذل بتاع ممدوح عباس. طب ليه انتوا كزملكاوية وانتوا كزمالك بشكل عام ما بتحطوش في دماغكم المواجهات المباشرة مع الاهلي؟ طب ليه انتوا كزمالك بقى وكأنتي كزملكاوية وانتوا كإدارة نادي الزمالك مش حاطين في دماغكم ان انتوا تحلوا مشكلة ايقاف القيد او ايقافات القيد وموضوع التأديب الجديد ده؟ يعني واضح يا مها ان انتوا في حاجات كتيرة قوي مش حاطينها في دماغكم. واضح ان انتوا دماغكم فاضية تماما يعني. عموما يا جماعة يعني مها واضح انها عندها رسالة اخيرة بقى عايزة تقولها، والرسالة دي انا بقول لك هي احلى رسالة. عن طاقم التحكيم بقيادة أمين عمر ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور حكم الفيديو، واللي أداروا بصراحة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في كأس العالم، وعملوا مباراة مميزة تحكيميا جدا. احنا كمان دايما في قناة الزمالك حقيقي بنفرح لنجاح أي مصري. مهم هو تحس وانت بتتفرج كده ان الكابتن أمين عمر وهو بيدير المباراة، الراجل يا جماعة عنده أريحية يعني تمام، ما عليهوش اي نوع من انواع الضغوطات. تحسوا كده كابتن امين عمر وشه منور، ما هو فيش بقى ولا ضغوطات ولا في اخطاء ولا في ايه. بيكون هنا الضغوطات بتبقى كتير جدا عليه، خصوصا كمان في ماتشات الزمالك والاهلي. بس استني عشان كده استني ما تبقيش. خصوصا ماتشات مين يا حاجه؟ الاهلي والزمالك. زمالك ايه؟ امين عمر لعب مباراه الزمالك وكهرباء الاسماعيليه بس في الموسم كله. ماتشات مين؟ وبعدين يا بنتي انت عندك شخصيتين بجد بقى، زي ما انا قلت في اول الفيديو، شخصية في الأوضة الضلمة وشخصية في قناة الزمالك. يا بنتي ده كل الضغوط اللي على أمين عمر جاية منكم انتوا. مين هينسى ماتش أسوان يا أستاذة مها؟ مين هينسى إن الزمالك رافض إن أمين عمر يجيله في أي ماتش مهم أو حساس؟ مين هينسى يا مها ان امين عمر كان المفروض يحكم ماتش الزمالك وبيراميدز في مجموعة تحديد البطل، وبعد كده قال لك لا بلاش عشان الفيفا بتراقب واللجنة الحكام بتراقب، لا هات لهم الغازي. يا مها انت معانا في نفس الدوري اللي احنا فيه وبتتابعي معانا نفس الاخبار، ولا انت على كوكب تاني ولا على مجرة تانية زي ما انا بقول المجرة الزملكاوية؟ بتتكلم كأن هم حرام ملهمش دعوة بالضغوط اللي على أمين عمر. ده أمين عمر ده حكم ممتاز، بس هو هنا في مصر بيبقى عليه ضغوط. بصوا وشه نور ازاي بره، ده انتوا اللي ضلمتوا وشه. حقائق بيتم تزويرها عيني عينة. لا كفاية كده عليك النهاردة. وعايز اقول بقى يا جماعة على حاجة مفاجأة. احنا يا جماعة هنعمل مسابقة، واللي هيكسب المسابقة دي معانا هيطلع رحلة الى قناة الزمالك، تتفرج بقى على مها صبري، تتفرج على جاليليو، تتفرج على فرح علي. معرفش انت بتضحك ليه، بقول لك هتكسب رحلة لقناة الزمالك وهتتفرج على الناس دي. يعني هتعدي كده بقى فرح علي اهي، جاليليو، ده جاليليو، بص جاليليو، مها صبري، نيرة الاحمر. معرفش ايه اللي يضحك في اللي انا بقوله يعني، بس هتبقى رحلة. واوعدكم بمسابقة اخرى ورحلة اخرى، واللي هيكسبها هنطلع بقى البيت المقاصيص. بيت المقاصيص تقعد بقى تتفرج على المقص بقى كده ايه لايف كده مباشر، بس ما تقربش منه قوي. وفي النهاية بقى يا معلم ما تنسانيش باللايك، واوعى تنسى تحط تعليق تقول لي رأيك ايه في كل الهبد والعك والهرتلة اللي سمعناها النهاردة برضو، وتقول لي رأيك في أداء المنتخب في كأس العالم وفرص المنتخب وإيه توقعاتك للمنتخب في المونديال. خلي بالك اللايك مهم جدا جدا، والتعليق مهم جدا جدا جدا. اوعى تكسل انك تكتب تعليق تقول لي فيه رأيك عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة. وطبعا لو انت لسه مش مشترك على القناة مستني ايه؟ اشترك بقى يا معلم، اشترك على القناة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنتكلم وبنرد على المجرة الزملكاوية. سلام.